القمرة طلعت يا ليلى والمشي زيانات، القمرة طلعت يا ليلى والمشي زيانات، بغيت نسافر الليلة كترت أخمامي، بغيت نسافر الليلة كترت أخمامي. القمرة طلعت يا ليلى والمشي زيانات، القمرة طلعت يا ليلى والمشي زيانات، بغيت نسافر الليلة كترت أخمامي، بغيت نسافر الليلة كترت أخمامي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال والأحوال متتبعي الأعزاء؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. كيف العادة جيتكم بوصفة ديالي ديال واحد الكيك، نتمنى أنها تعجبكم وتجربوها، وأنا متأكدة أنها تعجبكم وتعجب وليداتكم. هاد الكيك غنحتاج فيها 5 ديال البيضات. تعجبوا تقولوا علاش 5 البيضات؟ لأنه عندي المول شوية كبير. نحتاجوا 5 البيضات كي قلنا. غنحتاجوا هنا تفاح مقطع قطع صغيره، وفي شويه ديال القرفه وشويه ديال السكر سنيده، يعني معلقه ولا جوج معلقات ديال سنيده ومعلقه كبيره ديال القرفه. غنحتاجوا اليوغورت دانون، البنان او نتوما الذوق اللي كيعجبكم، او الفاني. غنحتاجوا كاس الا ربع ديال سنيده، كاس الا ربع تاع الزيت، كاس الحليب. وغنحتاجوا المكسرات حسب اللي عندك في الدار. عندك اللوز، عندك الكركاع، عندك العنب اليابس او الزبيب، عندك هذا عيد التمر بوحدو فيك انك ديريها. نبداو على بركه الله. غنجيبوا هذه ديالنا الماكينه ديالنا، نحطوا فيها دوك 5 البيضات، ونزيدوا عليها قبيصه ديال الملحه وكاس ديال السنيده، وغنطربوها شويه. فين غنطربها انا نرجع معكم. فين طربناها غادي نزيدو الكاس الا ربع ديال الزيت، كاس ديال الحليب، ونزيدو اليوغورت ديالنا ثاني. نطربوها شويه. ونزيدو الكاس ديال الماء يكون طايب، ونحرك وندوروه بالزربه باش ما كيتش لينا. دابا نفرغوا هذاك الخليط ديالنا في واحد الاناء. وما قلتش لكم بانني انا غنستعمل فيها دقيق ديال الفينو 3 الكيسان غنحتاجو، وغنحتاجو نصف كاس غير ممتلئ، يعني غير خفيف، نص كاس ما كاملش تاع الطحين. وغنحتاجو 3 ديال الخمارات ومعلقه ديال الخل. هاد المعلقه ديال الخل كالعاده باش تطلع لينا الكيكه وتجينا هشيشه. وغنبقاو نخوي داك الكيسان، ماشي غنخويهم بمره، غنخويهم واحد واحد باش ونحركو عاده. نزيدو بشويه بشويه باش ما تلكدش لينا. نحركو مزيان. نديرو ثالث حتى هو. ونزيدو داك الكاس ديال الطحين ديالنا والخمارات. نجيبو المول ديالنا، غندهنوه بشويه ديال الزبده ولا شويه ديال الزيت، ونرشوه بشويه ديال الطحين، ونخويو داكشي اللي صايبنا، داك الخليط اللي صايبنا. وما تنساوش عندكم تغدركم الخمارات مع الخل، لانه كيعطي بانه فيها كميه كبيره، بانه راه صافي راه هي تجمعات وكتبقى لكم مرخيه كتدخلوها للفران تترجع تفش لكم. انا فين غنقادها ارجع نوريها لكم.
من بعد ما قاديناها في هذاك الاناء ديالنا تنجيبو داك التفاح اللي عسلنا بالقرفه. عرفتي راه تيجي المذاق ديالها، راه ما تبقاوش تستغناو عليها كاع. هاد الكيك نجيبو هذاك التفاح ونفرقوه، نساوش ديروا فيه القرفه. داك المذاق ديال القرفه تيجي زوين بهذاك المذاق اللي قلنا اللي كيتواتى القرفه مع السكر مع الهذا مع هذا كتعطي واحد المذاق زوين، مع التفاح كتعطي واحد المذاق زوين. تنزيدوا التمر كيعطي واحد التعليكه تبدا تاكلها تعطي واحد التعليكه. تنفرقوا هذاك الشيء كلشي بالتساوي باش تجينا الكيك ديالنا. لا هزيتي شي مورسو كتهز كتاكل تتهز مذاقات مختلفه يعني كتذوق. نزيدو داك اللوز والكركاع ديالنا وندخلوها للفران. هاي فينا الطيب غنوريكم الشكل النهائي ديالها. عرفتي راه تتجي لذيذه حاولوا تجربوها، ما تعجبكم تعجب وليداتكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. تتجي طالعه شفتوها. ترشوها بشويه ديال السكر كلاصي ولا ديروا شويه ديال السنيده وتخلطوا معاه شويه ديال القرفه وترشوها من الفوق او الكراميل. التزيين كيبقى على حسب الذوق. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. نتمنى انه ينول الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه، والى اللقاء في فيديو جديد. القمرة طلعت يا ليلى والمشي زيانات، القمرة طلعت يا ليلى والمشي زيانات. بغيت نسافر الليلة كترت أخمامي